أهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست على الكنبة. الناس بتدمن نوعين، مخدرات وخمور، بس الحقيقة أنا شايفة أن الإدمان أكتر من كده بكتير. في ناس بتدمن أكل، في ناس بتدمن سوشيال ميديا، في ناس بتدمن جيمز، والأخطر من كل ده بقى والرعب بالنسبة لي الناس اللي بتدمن بني أدمين. أنت ممكن تدمن شخص مش عارف تبعد عنه، صحي ولا مش صحي. هنعرف حاجات كتير عن الإدمان وعن التعافي من الإدمان مع الكوتش كنزي شهيب، كوتش للتعافي من الاعتمادية والإدمان. أهلا بيك يا كوكي. أهلا منورة الكنبة. ربنا يخليكي. النهاردة جايين نتكلم عن فكرة الاعتمادية، عشان حاسة عمالة أقول لك قبل تصوير الكلمة دي ضغط على أعصابي. الاعتمادية والإدمان. تمام. الإدمان عند كل الناس، إدمان مخدرات، إدمان خمور، والمدمن ده مريض وعندنا مشاكل معاه. أنا حاسة إن في الفترة الأخيرة إحنا كلنا مرضى، كلنا على شاكلته بقى، كل واحد مريض بطريقته. فعايزة أبدأ معاكي تقولي لي، تعرفينا بفكرة الاعتمادية والإدمان، بعد كده نخش على النظريات بتاعة التعافي. أوكي طيب بصي يا ستي، هو زي ما أنت قلتي بالظبط، أول لما نقول كلمة إدمان اي حاجه هتخطر في بال اي حد بيسمع انه يا مدمن مخدرات يا مدمن خمره. هو ده اللي احنا عارفينه من التلفزيون ومن الميديا ومن الافلام، وحد بيهرش كده ومش قادر وبتاع واحنا بنتكلم مخدرات او خمره. الموضوع اكبر من كده شويتين ثلاثه. الادمان ليه اشكال كتير قوي وبيطلع في صور كتير قوي، وهو عاده احنا دايما نقسم الادمان لحاجتين، يا اما ادمان مواد يا اما ادمان سلوك. المواد منها المخدرات والخمر، يمكن دي اشهر حاجات. في ادمان سلوك، ممكن ادمن سلوك معين، ممكن ادمن احساس معين، ممكن ادمن ضغط، احساس الضغط والستريس، ممكن ادمن الشعور ده. ممكن ادمن رياضه، حاجه تبان صحيه جدا ولطيفه وجميله، لانه الادمانات كمان في منها الادمانات المقبوله اجتماعيا والادمانات المرفوضه او اللي عليها وصمه عار او ستيجما. فالموضوع فيه عارفه ليه كده وجعاليس وبتاع. الموضوع مش بالبساطه دي. بس قبل ما نبتدي نبص اصلا تهيألي يعني على فكره هي ايه الحاجات اللي ممكن ندمنها، اعتقد محتاجين نعرف الاول، هو محتاجين نرجع خطوتين لورا كده. هو يعني ايه ادمان اصلا؟ لانه اي حد بيسمع اي كلمتين على ادمان بيقول لك شكرا انا مدمن، انا مدمن شوكولاته، انا مدمن قهوه، انا مدمن شغل. وهو الموضوع مش اي حد عمل سلوك زياده شويتين ثلاثه بقى مدمن، مش اي حد معرفش يسيطر على عاده عنده بقى مدمن. فمحتاجين عارفه ناخد خطوتين كده ونشوف هو ايه موضوع الادمان ده اصلا. طيب بصي بقى، الادمان هو العرض او عارفه الحاجه اللي طالعه على الوش. فاكره فيلم تايتانيك؟ طبعا. فاكره البتاع اللي خبطوا فيه في طبعا الجبل التيب بتاع الايسبرج ده، الحته اللي باينه فوق، هو ده الادمان. انما اللي بيخلي اصلا الشخص يلجأ لحاجه براه اللي احنا بنسميه العكاز. انت بتحبي موضوع بحب نظريه العكاز قوي وعايزين نقولها لوحدها. بس الحاجه اللي فوق، السلوك اللي باين من فوق، هو ده الادمان. دي الطريقه اللي بمارس بيها اي سلوك، سواء شرب خمره، سواء تعاطي مخدرات، سواء الشغل، سواء الرياضه، سواء العلاقات، سواء الجنس، الشاشات، اي حاجه في الدنيا. دي الممارسه نفسها. هو ده اللي باين على السطح، ده اللي بيتشاور عليا بيه، ده اللي بتوصم بيه، وده اللي الناس شايفينه طالع مني. الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. الايسبرج ده 10%، في تحت 90%. اللي جوه هو ده الاهم كتير نبص عليه. هو ده اصل القصه، هو ده اصل الحدوته. هو ده اللي محتاج قاعده على الكنبه ونربع ونشوف هو احنا رايحين فين وجايين منين. لانه ده اللي بقى بنسميه الاعتماديه، كلمه المجعلصه اللي هي مضايقاكي دي. لانه الاعتماديه هي ببساطه ان انا من جوه مش حاسس بتوازن كفايه، مش حاسس بقيمتي الذاتيه كفايه، مش حاسس ان انا مرتاح كفايه لوحدي. فانا محتاج حاجه من برايا اللي هو العكاز اسند عليه عشان تحسسني بالامان او بالتوازن الداخلي. في جوه فراغ، في جاب. ودايما الفراغ ده بنوصفه عليه فراغ روحاني، لان هي قصه روحانيه في الاول وفي الاخر. احنا للاسف بنقول عليه نقص، يقول لك اصل ده عنده نقص في كذا. نقص دي بقت شتيمه، بقت وصمه عار. بس هو نقص، بس هي عشان نقص بتتوصم بيها فعلا انه هو فعلا نقص. هو نقص الاحتياجات غير ملبيه، ما خدتهاش وانا صغير. هو نقص الاحساس مش عارف اجيبه لوحدي.
هو نقص لامان، هو نقص لاطمئنان، هو نقص التوازن، هو فعلا نقص في برطمان ما اتملاش، نقص حاجات كتير. وخلينا نقول كلمه مهمه جدا في نقص دي حضرت في بالي واحنا بنتكلم، ان البني ادم خلق ناقص، الكمال لله وحده. بالزبط. احنا ليه حولناها لفلان ده فلان ده ناقص، ده عنده نقص؟ طب هو طبيعي يبقى عنده نقص، لان احنا خلقنا ناقصين يعني. ما كلنا ناقصين، حولناها فعلا. انا بفكر دلوقتي طب هو فلان كامل بقى؟ لا انت كامل عشان انا ناقص. لا هو كلنا خلقنا ناقصين، لان الكمال لله وحده. بالظبط كده. عشان كده بنقول ان هو مرض روحاني، والتعافي منه لازم يبقى تعافي روحاني. مش هتشتغل، مش هتلعب. هيحصل شويه تطور، هيحصل شويه تعافي مؤقت، هيحصل شويه حاجات اتحسنت فيها، بس مفيش تعافي حقيقي من غير روحانيات. لان هو اصل القصه زي ما انت بتقولي، احنا خلقنا بنقائصنا. صحيح. ومهما واحد راح وتعلم وعمل وافتكر نفسه فالحصت الفلاحيص، هنفضل عندنا نقائص، مش هيحصل فيها حاجه. مظبوط. بس الفرق بقى ايه اللي بيخلي حد يحتاج عكاز في اذى كبير زي مخدرات، زي خمره، زي علاقه، زي وبين حد قاعد بياخد قطمه من هنا وقطمه من هنا وقطمه من هنا عشان يملى النقائص دي؟ انه انا تعرضت لبيئه غير امنه، او تعرضت لظروف صعبه تقيله وانا صغير. ده بنسميها اسره مضطربه. انه انا كنت في اسره مضطربه، وحتى لو يا ستي عديت من الاسره المضطربه وبيتي كان زي الفل، بعدها تعرضت لبيئه غير امنه، تعرضت لظروف ما كنتش حاسس بيها بالامان. صحيح. ما كنتش حاسس فيها ان انا مستقر، في اماني اتسحب مني. فبناء عليه حجم الفراغ ده كبر شويتين 3 4 5 6. كلنا عندنا حجم من عدم الامان، كلنا عندنا صحيح. فراغ جوانا، بس هو ممكن اتعرض لظروف تكبر عدم الامانات دي قوي، او كانت في الملموم يعني، عارفه كانت حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. لانه كلنا عندنا عكاكيز الرباب. هي دي الفكره. انا عايزه كده تقولي نظريه العكاز، تشرحيها كده. الموضوع بمنتهى البساطه انه كلنا كبني ادمين ربنا خلقنا محتاجين حاجات من برانا عشان نحس ان احنا تمام. ما حدش فينا يعرف يعيش لوحده وهو هيبقى زي الفل ويملى كل احتياجه للامان، احتياجه للانتماء، احتياجه للحب، احتياجه للقبول. كل ده ما اعرفش املاه لوحدي على فكره. مظبوط. ومهما كنت انا متصل حتى روحانيا او متصل بربنا، هو ربنا خلق لنا ادوات نملى بيها. هي المشكله ايه؟ ان احنا بننسى انها ادوات وبنعتمد عليها فولي. صحيح. اوكي، بس كلنا محتاجين حاجات من برانا. محتاج شغل عشان احس ان انا ناجح، ومحتاج صحاب عشان احس ان انا منتمي، ومحتاج اهل عشان احس ان انا مقبول، ومحتاج علاقه عشان احس ان انا محبوب طبيعي، ومحتاج اكل عشان احس ان انا متمزج كده ومبسوط واكلت اكله حلوه. كلنا محتاجين عكاكيز من برانا. الفرق بس بين الشخص الاعتماديه او الاعتماديه بتاعته حجمها كبر شويتين 3، انه مفيش عكاز بقى كفايه، ومهما باخد ما بشبعش، لانه الجاب جوايا اكبر، الاحتياج جوايا اوسع. فكلنا جعانين لشويه حاجات. هو الموضوع كبر بقى شويتين، ما بقاش جوع، بقى بجوع كافر، بقى هبيان. عارفه اللي هو اي حاجه هتحطها لي قدامي هاكلها، ومهما اكلت مش بشبع، لاني مش بملى بحاجه فيها قيمه او فيها فاليو، او بملى بروحانيه. انا بملى نقائص بنقائص. صحيح. وبملى الفراغ بمزيد من الفراغ الاكتر، الحاجات اللي مؤلمه اكتر. بالظبط كده. طيب عايزه اتطرق معاكي بقى للناس اللي بتدمن بني ادمين. اصل انا دلوقتي الكلمه دي لما قعدت اركز فيها، انت ممكن تدمني شخص في حياتك مش تبعدي عنه، واحيانا بيبقى الشخص ده مؤذي، احيانا بيبقى الشخص ده مش مديكي كل اللي انت محتاجاه، بس فكره ان هو مش موجود هتعمل فراغ فظيع. فمخليني انا ماسكه فيه، انا مش عايزه اسيبه، انا بكلمه برغم ان انا ممكن يكون لا بيشبع رغباتي الانسانيه او الاحتياج اللي انا عايزاه منه، سواء حب، سواء اي حاجه، اي نوع من انواع العطاء، واحيانا كمان بيبقى مؤذي. يعني احيانا كمان بيعمل حاجات بتضايقني لدرجه ان انا بتعب بعدها، بس برضو انا مدمنه. ما هي الفكره في هنا ان دايما اللي بيدمن حاجه احتمال كبير تكون بتاذيه. فكره الادمان اصلا فكره مؤذيه، هي لازم هتاذيه قولا واحدا، لانه واحده من ضمن خصائص الادمان اللي نبتدي نشوف هو ده. فاكره في اول ما قلت لك اي حد بيسمع اي حاجه يقول لك انا مدمن، واحده من ضمن الحاجات الشروط اللي لازم تبقى موجوده عشان نقول عليه ادمان، لازم يبقى فيه خسائر. مفيش ادمان من غير خسائر. مظبوط. ممكن تبقى عاده سيئه، ممكن تبقى عاده جيده بغض النظر، ممكن تبقى سلوك بعمله، نمط بنيته. ادمان عارفه ملتصقين كده، لازم يبقى فيه خسائر. وان كنت انا مش مستشعرها، او وان كنت انا بنكرها، او وان كنت انا بصغر حجمها جوايا، بس هي موجوده. واحيانا ببقى عارف ومش بنكر ومش بصغر حجمها ومتقبل، انا مبسوط كده علشان الارباح اللي باخدها
اكبر من الخسائر اللي الناس كلها بتشاور عليها. صحيح. خلي بالك الخسائر دي الناس شايفاها. انا وانا منغمس جوه قصتي، جوه العلاقه اللي انت بتحكي عليها دي، انا عماله اخسر مليون حاجه، بس انا بملى الخزان اللي عامل لي وجع فظيع. فارباح المالي ده المسكن، دايما نقول على العكاز انه مسكن. الاثنين مسكن اللي حبتين البنادول اللي باخدهم دول عندي اهم من اي خسائر. صحيح. انتوا بتقولوا بتهان، مش مشكله، بس انا في جوايا الم رهيب لان انا ما اتحبتش كفايه، لان انا ما اتقبلتش كفايه. والعلاقه لما بتبقى كويسه بشم نفس القبول ده ان شاء الله يومين. وده عندي قيمته اكبر بكتير من ان انا لما اتخانقت معاه شتمني وسط الشارع، ولا ان هو بيختفي يومين 3 وبعدين بيظهر، ولا ان هي هوت كولد ولا اي حاجه من الحاجات اللي بنقول عليها ريد ساينز ولا ريد فلاجز ولا مش عارفه ايه. كل الحاجات اللي فيها ايذاء دي عند الناس التانية عارفه تبص من بره وتحكم. طب الشخص يعمل ايه اللي في علاقه ازياء وهو يعني متصالح مع نفسه ومكمل ودايس ومش عارف يخرج منها ازاي؟ هو مش متصالح يا رباب، هو بس موجوع قوي 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 قوي. فسهل قوي ان احنا نبص عليه ونقول ما تعدي بقى، ما تمشي، ما تسيبها، ما تسيبيه. لا احنا بره بننظر حلو قوي طبعا. انا دايما بقول عليها ابن البر عوام، يعني عوام خطير. اللي جوه قصه مختلفه تماما. صحيح. هو مش متصالح مع الخسائر، هو مش على فكره هو موجوع. لا انا مش ضد والله ولا بعيب عليه. انا عارفه بس يعمل ايه يعني؟ لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده علاقه زي دي ومش مش قادره ودايما على فكره انا ادعي ان دايما البنات اكتر ناس بتقع في المشكله دي اكتر من الرجاله. بحس الرجاله بتتعافى بسرعه، بيعرفوا يعدوا كده المواضيع. الست بتقعد شويه مش قادره تتعافى ومش قادره تبعد عنه وحاسه انه غدر بيها قوي وسابها لما لو كده يعني هو اللي سابها. فتطلع يعني لو بنت بتتفرج علينا دلوقتي انت عارفه انا متحيزه للبنات تعمل ايه؟ والنبي عشان الرجاله مش مهم، هم بينزلوا يقعدوا على القهوه وبيعدوا الموضوع. انا لا بصي في العلاقات العاديه ده 100% مظبوط. وساينس الرجاله بشكلها من بره كانه بيتعافوا اسرع من بره. في الادمان لا، في الادمان الاثنين هيعاني نفس قدر المعاناه، لانه خلي بالك دي خلاص ما بقتش علاقه عاديه. دي ما بقتش الظروف او الشروط العاديه عارفه تطبق الشروط والاحكام. هو هنا لا تطبق الشروط والاحكام. بس عموما علشان اقدر اتعافى من اي حاجه، واحنا هنتكلم على التعافي بعدين باستفاضه انا وانتي. بس علشان اصلا ابتدي ابص على اي حاجه انا محتاجه اعديها، انا محتاجه ابص على المرض مش على العرض. على المرض مش على العرض. مش على العرض. العرض هي العلاقه. تمام. العرض هو العكاز. اوكي. الحاجه اللي انا رحت سندت عليها عارفه انا ظهري محني، انا مش حاسس بتوازن من جوايا، انا عندي احتياجات غير ملبيه، انا عندي فراغ كبير قوي مش عارفه املاه ازاي. انا ما اتعلمتش المهارات اللي انا كنت محتاجه اتعلمها من وانا صغير عشان لما اطلع الحياه ويبقى عندي اي احتياج محتاجه البيه زي ما كلنا عايشين في هذه الحياه، يبقى عندي شويه مهارات اروح املى بيها الاحتياج ده. تمام. الاعتمادي او المدمن ما عندوش المهارات، وهي دي اصل القصه، هو ده مربط الفرس. انا ما عنديش المهارات اللي اروح استخدمها علشان املى بيها الاحتياجات الغير ملبيه دي. فبعمل ايه؟ بعمل ايه بقى؟ بعمل شويه جيمز، العاب، بلبس شويه ماسكات، بعمل شويه حاجات تديني فرصه ان انا املى العكاز ده، لان انا عندي نقص في المهارات. هلعب ضحيه، هلعب منقذ، هعمل استجداء، هعمل ابتزاز عاطفي. عارفه زي البنات اللي بتقعد الحركه دي بنات كتير قوي عملتها. اول ما يسيبها او اي حاجه وهي مش قادره تبقى تروح تصور نفسها مستشفى وكانيولا وبتبتدي تبتزه عاطفيا وان هي بص انا من غيرك مش قادره اكمل والحاجات دي علشان يرجع لها تاني. الحركه دي بنات كتير قوي عملوها. انت عارفه بقى انا اعرف ناس منهم شخصيا بنشوفها كتير في كل حته. بس عارفه بقى الانترستنج ايه في القصه دي ايه؟ انه اوقات كتير جدا من كتر الحاجه اللي بنسميها الشده الادمانيه فكري فيها كده، انه انا العلاقه دي بالنسبه لي بقيت انا بيها كل حاجه، انا من غيرها ولا حاجه. ده على فكره ده تخيل، دي حاجه في دماغي انا مش الحقيقه. يعني احنا دلوقتي عايزين كده نقول كده واحنا على الكنبه وانا جوه العلاقه الادمانيه، وانا تركيبتي النفسيه بتاعه تركيبه حد هو محتاج حاجه من بره عشان تحسسه انه عايش، عشان تحسسه انه بني ادم. خلي بالك الادمان مش رفاهيه، وده واحده من ضمن المفاهيم المغلوطه، انه الشخص اللي ادمن بغض النظر نوع الادمان عامل ازاي ان هو اختار ده. لا، هو ما اختارش، هو في حاجه جوايا، وجع جوايا اكبر بكتير، انا اضطريت الاقي اي حاجه تسكنني الوجع ده. المدمن مش عايزه اقول ضحيه، مش عايزه اقول غلبان، لانه مش دي الكلمه المظبوطه،
بس المدمن محتاج احتياج قهري. عشان كده بنسمي الادمان هو سلوكيات قهريه ورغبات ملحه. هو في حاجه جوايا بتتقطع، شعور اللي ما ادمنش ما يعرفوش. كلنا عندنا احتياجات. عشان كده بنقول ان المدمن مريض. يعني ناس بتتعامل معاه انه مجرم على فكره، حتى تحديدا في المخدرات والخمره والقمار والحاجات والقمار طبعا. ناس بتتعامل معاه انه مدمن، يعني انت مدمن وضيعت مستقبلك ومستقبل اللي حواليك. بس انا بشوف ان هو مريض، يعني ده نوع من انواع المرض اللي مش عارف يعني هو يتغلب عليه. ألم شديد للغايه. وهو بقاؤه بقى مربوط بالعكاز. هي دي القصه كلها. انه انا طول ما العكاز موجود انا حاسس ان انا عايش وان انا تمام، لانه العكاز هي الحاجه الوحيده اللي بتديني احساس التوازن الداخلي اللي بقولك عليه ده. مظبوط. اول لما بيتسحب مني انا كل السيستم من جوه بيبوظ. وعشان كده في حاجه اسمها اعراض انسحاب. مظبوط. وده يفسر لك اللقطه اللي انت كنت بتحكي عليها دلوقتي دي، اللي هي انه ليه لما ابقى انا في علاقه والعلاقه دي هو يختفي ولا نسيب بعض ولا وات ايفر يحصل، ليه اتعب واخش المستشفى؟ اعراض انسحاب. وهي ما بتبقاش تمثيل على فكره. هو انا مش بعمل نفسي تعبانه. عارفه الاعراض الانسحاب بتاعت المخدرات؟ طبعا دي معروفه، دي شفناها في كل حته. طبعا كل العكاكيز ليها اعراض انسحاب. الاكل ليه اعراض انسحاب. الشغل ليه اعراض انسحاب. بدل وصل لليفل ان انا بقول عليه ادمان. انا مش بتكلم على علاقه عاديه ولما سابني عملت نفسي ايه وعيطت النهارده. انا بتكلم انه العلاقه كان فيها كل الصفات والسمات الادمانيه. وانس ان هي بقت ادمان انا هعدي باعراض انسحاب حقيقيه جدا. عايزه اقول لك فكرتيني بحاجه، ان انا ادعي ان انا مدمنه سكريات وحلويات. فلدرجه ان انا لما بقيت ابطل لا انا بكتئب والله العظيم، ومودي زي النيله ومش عارفه انا عامله كده ليه، وحاسه ان انا مهبطه كده طول الوقت. اقول لهم والله، بقول لهم اصحابي، اقول لهم جسمي عايز سكر، عايزه سكر، عايزه كده والله، اعمل لهم كده عايزه سكر. فيقولوا لي لا، يعني باكل كميه حاجات مرعبه. انا بفتح، انا مره جبت طبق، يعني مش عارفه برضه صح ولا ما يصحش، حاجه فضلت اكل بايدي. عارفه اللي هو مش مستنيه اجيب معلقه اعمل. فجي اخوي قال لي مين اللي عامل الاخرام دي؟ انا كنت محدش له دعوه، ده بتاعي. فيعني فعلا لما باجي ابطل سكر فتره وتخنت وعمل لي مشاكل بكتئب. مودي رايح كمان مواد هزيله كده. أيوة. ومش قادره اقف، وحاسه ان انا تعبانه جدا جدا. عشان السكر كمان بقولك هو ادمان مواد، فهو داخل كمان مغير حاجات في كيمياء الجسم، مغير حاجات في الهرمونز. وليه شده ادمانيه، والجسم بيعتاده. ولما بتبطليه بيحصل اعراض انسحاب، لانه بتسحبي ماده من جسمك. فطبعا فنرجع لموضوع اعراض الانسحاب. اعراض الانسحاب. انا يوم ما يبقى مصدر الامان الوحيد اللي موجود في حياتي اللي هو العكاز يبقى مش موجود، تفتكري هحس بايه؟ عدم امان مرعب. طيب اعرف منين ان انا، انت بتقولي مش اي حد يوصف نفسه او يعني بيعمل حاجه بزياده شويتين يبقى مدمن للحاجه دي. صح. او للعاده دي. طب خلينا نتكلم في قصه العلاقات. اعرف منين ان انا مدمنه شخص او ان انا مدمنه علاقه معينه زي ما انت قلتي، ايجابيه او سلبيه؟ اوكي طيب، عندنا شويه حاجات، 4-5 حاجات دايما نبص بيهم عشان نعرف فعلا نشوف هو ده ادمان، is it addiction ولا is it وعكه وهنقوم ان شاء الله ربنا يكرمنا. تمام. اوكي. الادمان زي ما كنت بقولك من شويه لازم يبقى فيه خسائر. تمام. مفيش خسائر ده مش ادمان. تمام. خسائر ليها انواع. في خسائر ماديه، صرفه كل فلوسي ومضيعه كل اموالي ورزقي واللي جاي واللي ما جاش على العلاقه دي. اوكي. تمام. هدايا بقى، بتروح تجيب له موبايل بالقسط. بروح اجيب له موبايل بالقسط. والله بشتري لها حاجات فوق طاقتي، شنطه عشان هي كان نفسها فيها معرفش ايه. اوكي. عليه اقساط هروح اسددها. نفسه يجيب عربيه هاخد كارد واجيبها له. او حتى مش لازم هذا الليفل المرعب ده. كده الخسائر جابت ليفل كبير قوي. الخروج والاكل والشرب وكل ما ليا طول الوقت بفكر انه ضايع على العلاقه، كل مواردي ضايع على العلاقه. دي الخسائر الماديه. دي خسائر ماديه. في خسائر ايه تاني؟ في خسائر نفسيه. اللي هي فيها بقى اللي احنا المرمطه فكرنيش. النفسيه بقى انه
عيط وانهيار وصدى وما بيردش عليا والجوستنج ويختفي كده. لا انا اللي اقول لك بقى الخسائر كل بقى الخسائر النفسيه، عياط، ان انا مهمله، ان هو بيسيبني ويختفي، ان هي بتكلمني بطريقه ما اعرفش ايه فانا بحس ان انا مش مقبول ومهمل انه بيشوفني مش كفايه، ان انا ابقى معاه ويبص على واحده ثانيه ويعاكس دي ويحسسني ان انا قليله، لان في رجاله كتير بتلعب على الحته دي مع الست، ان هو يبتدي يحسسني هي قليله، ايه اللي انت لابساه ده ايه اللي مش عارفه ايه ده، فاهمه؟ يس كل دي خسائر نفسيه. انا في حد مره مش عايزه اقاطعك بس عايزه اقول النقطه دي على ذكر الخسائر النفسيه. كان يعني في علاقه مع واحده وخارجه ولابسه ومتأنتكه، وبص لها كده قال لها مش هينفع تخرجي كده مع اصحابي، انت هتعريني. الله عليك. يعني والله العظيم قال لها كده، وهي حد بيلبس كويس جدا وحد كويس جدا، قال لها انت كده هتعريني. مره كانت خارجه معايا مش حاطه مانيكير، نكده وروحها. اوكي انت مش مهتمه بيا ان انت نازله مبهدله عشان مش حاطه مانيكير. فبصي وبيلعب عليها نفسي ازاي. تمام كملي بقى. احنا قلنا كده اول حاجه ان العلاقه يكون فيها خسائر، وخسائر نوعين، ماديه ونفسيه. ودول قلناهم. وفي خسائر جسديه، ضرب، تعنيف، ايذاء جسدي، كل بقى الانواع الخسائر اللي ليها علاقه بالجسد، بالايذاء الجسدي او بالجسد ان جنرال. في خسائر حاجه اسمها خسائر روحانيه. خسائر روحانيه دي ليها علاقه بانه انا قيمي، مبادئي، علاقتي بربنا ابتدت يحصل فيها خسائر بسبب العلاقه او بسبب العكاز ان جنرال. ان انا متربيه مثلا على انه انا ما اكذبش على اهلي، فعشان افضل محافظه على العلاقه دي بقيت بكتب. ان انا طول عمري عندي قيمه زي قيمه مثلا الامانه، الصدق. عندي قيمه زي ان شغلي كان مهم بالنسبه لي وكنت مركزه وكان الاتشيفمنت ده حاجه مهمه بالنسبه لي. قيمي ان جنرال، عارفه عايزه بدات اغيرها. موافق. ما هو الادمان لازم انا هبتدي اتطبع بطباع العكاز. الادمان اناني قوي. العكاز دايما نقول كده حبيبي انا يوم حبيبي يا بلاش. العكاز عايزني كلي ليه. ما اعرفش ابتدي اغير مبادئي وروحانياتي طبعا علشانه. هلبس زي ما هو بيحب وهاكل زي ما هو بيحب وهخرج في الاماكن زي ما هو بيحب واقاطع ده واكلم ده فابتدي تخسر حاجات قيم مهمه بالنسبه لي. دي مشكله كده بنسميها خسائر روحانيه، ليها علاقه بروحي، ليها علاقه بقيمي، ليها علاقه بعلاقتي بربنا. اوكي يبقى كده دول الاربع انواع بتوع الخسائر. تمام. دي اول نقطه، ان العلاقه يكون فيها خسائر. في حاجه كمان، حاجه اسمها خسائر اجتماعيه. صحابي بقى كل بقى بالظبط كده، صحابي واهلي، الناس اللي كنت بخرج معاهم، الناس اللي اعرفهم، الناس اللي بقالي سنين معاشرهم. الاجتماعيات ان جنرال بتبتدي يحصل فيها خسائر كمان. خليها تعمل بلوك لدي وما تكلميش دي، عارفه بالتاني صاحبك ده مش عاجبني مش عايزاك تعرفه. اي حد بيهدد. انت ليه بتقولي العكس؟ على فكره هي العكس عشان الاثنين. لا صعب قوي ست تقول لراجل مش عايزك تعرف راجل دي. لا ما بجد بيعملوا كده. بيتعالي على الكنبه الثانيه بقى، الكنبه الزرقاء اللي عندي على المكتب وبحكي لك بجد والله. بيجي واحد يقول لك بتقولي ما تكلميش صحابك، بس كانك بتقولي ان الراجل مش معرض ان هو يخش في ادمان علاقات. لا بيخش في ادمان علاقات، بس في واحده بتعرف تحكم على واحد تقول ما تكلمش وكلم. طبعا يا عيني ده احنا والله اغلب من كده بكتير. لا ما يغركيش ما يغركيش. لا كلاينتس كتير جدا رجاله وكلاينتس كتير جدا عندهم داخلين في علاقات ادمانيه طبعا. تمام. طيب احنا كده قلنا كل انواع الخسائر، كل انواع الخسائر دي والخسائر دي اول بوينت في ازاي اعرف انا في علاقه ادمانيه. بالظبط كده. تمام. الحاجه التانية لازم يكون في بمارس السلوك في عزله، اللي مخبياه اكتر من اللي موريه. اوكي لقطتها افتكرت حاجات افتكرت قصص بركز بس عشان اجيب المعلومه. لازم يكون في عزله. وحتى ان كان السلوك جزء كبير منه معروف او متشاف، اللي مخبياه اكتر بكتير من اللي حكياه ومن اللي مطلعاه. وده في العلاقات بالذات بتهيألي اي حد بيتفرج بيسمعنا هيلقطه كده. انتي فاهمه وانا فاهمه يا ست الكل. بالظبط كده. ومش شرط ابقى مخبيه حاجات على فكره يعني فيها حرمانيه ولا فيها فاهمه، مش حاجات فيتل بس. لا خالص. مخبيه تفاصيل، مخبيه، مش عايزه ابين الخيبه قوي،
فبظهر شويه وبخبي حبه كتير. بخبي حتى مشاعري تجاه العلاقه. بخبي اللي انا هو بيحسسني بيه، مش لازم اقوله كله. بخبي قصص حصلت ما بيننا مش عايزه الناس تعرف. انا كنت بخبي من ماما الحاجات اللي انا بشتريها عشان ما اسمعش كلمتين، ما تهزقش. والله كمان كده، واخليها تدخل جوه واروح اسيبهم على السلم واروح مدخلني حاجات كده. لا كل الادمانات فيها موضوع العزله ده، قيسيها على كل العكاكيز هتلاقيها شغاله عادي. انا عشان كده سرحت بينك. في الشوبينج شغال، في الاكل شغال، في كله شغال. صح. وفي العلاقات شغال جدا. وفي العلاقات المؤذيه على فكره. يعني انا دايما يعني خدتي بالك لما بيعملوا بوست على البيست فريند ما بقولهاش، خايفه اقول لها ان انا عملت كذا. ايوه هسمع كلمتين هتهزقني. ما هم شاوروا لي على الخسائر 100 مره. ما هو الخسائر والعزله فيري ريليتد. ما هو انا بسبب الخسائر بقيت مضطر اخبي شويه حاجات عشان هيتشاور عليا تاني. عشان اخبي الخيبه بجد خيبه يعني. اوكي طيب، او اخبي الوجع او اخبي وات ايفر. اوكي يبقى احنا قلنا 1 الخسائر، 2 العزله، 3 ايوه انه ما بشبعش. عايزه اكتر. عايزه اكتر. مفيش كفايه، وكل ما ياخد عاوز تاني. لانه هذا الفراغ اللي جوه ده ما بيتمليش. انا كل ما اديله كل ما يجوع اكتر. فلازم هتلاقي الدوز بيزيد. الاول كنت بقابله 2 مرات والدنيا تمام، بقوا 4 ومش كفايه، بقوا 5 ومش بشبع، بقوا 5 وبتخانق عشان نتكلم كل يوم في بالليل ب3 ساعات. بقينا اتجوزنا، بقينا في بيت واحد، فاولادي بقينا عايشين مع بعض. لا ما تنزلش تشوف صحابك، لا ما تخرجيش، ما تروحيش تزوري اهلك. فعايز اكتر اكتر اكتر، ومفيش حجم من العطاء او الاهتمام هيشبعني. انا عايز اكتر واكتر واكتر واكتر. ده كده رقم 3. ما مش حلو خالص بس تمام. مش حلو خالص بس تمام. ايه كمان ممكن اقيس عليه؟ ممكن الاعراض الانسحاب زي ما كنت بقولك، انه بعد العكاس، الغياب او الفرقه ولو مؤقته، انه مش جنبي ومش لازق فيا ومش متاح، وان كان مش متاح لمده 2-3 يبتدي يسبب لي ضيق شديد، يبتدي يحسسني بمشاعر مرعبة من الفقد ومن الخوف ومن الرعب، وكأني الشخص ده مات أو أنا بموت، كأني بتعرض، كأن بقائي مهدد. هي دي الكلمة صح. وكأن بقائي وانت زي الفل وقاعد في البيت ومعزز مكرم، بس هو بيجيلي إحساس إنه البعد يساوي إن بقائي مهدد. صحيح. لو هقولك على إحساس كمان بيحصل، عشان بقولك أنا حصلت لي قبل كده، بتحسي إن إيه، عدم احساس بالامان من عينه ايه. طب هو مش هيجي تاني؟ طب هو مش هيتكلم تاني؟ طب هو كده خلاص مش عايزني؟ طب دي كانت اخر مره. وابتدي بقول ايه، لا ما هو كذا كذا، لا ما هو فاهمه. فدي بتبقى مرعبه عشان كلمته مره وما ردش، او عشان ويبتدي يولد عندي احساس عايزه اتصل تاني وما ردش تاني، رد تالت ورابع، اللي هو ايه، في ايه ده فاهمه. بس للاسف بيولد احساس بتحس ان انت الواحد هاستر. ايوه بالظبط كده. لسه كنت اقول لك، لانه ما انا ممكن اتكلم مره و4 بس انا هاديه من جوه. لا هو انا مش هاديه من جوه، انا من جوه مرعوبه. هو انا لو هاديه من جوه كنتش اتصلت 3 4 15 مره. صح. 27 7 هم بيبقوا يقول لكم مش 3 4 بيبقوا 27 39 في الرينج ده 72 بالظبط. فدي بتبقى احساس الحقيقه مرعب يعني. فكره عدم الامان عموما هي فكره سيئه حقيقي. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران، قال لك الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اكتر حاجتين البني ادم بيدور عليها في حياته وفي مشاعره. وهو المدمن عايش 24 ساعه في جوع و24 ساعه في خوف، عدم امان. ده حقيقي. ربنا يرزقنا الامان. امين. ويرزقنا الناس الحلوه اللي تحسسنا بالامان يا رب. وانبسطت معاكي قوي يا كوكي النهارده. ميرسي يا حبيبتي. وان شاء الله نعمل حلقات تانية على الكنبه ونشوف بقى ازاي تعافي. احنا المره الجايه نتكلم، يعني عايزين تزورينا مره كمان نتكلم ازاي نتعافى من الادمان. ربنا يكفينا شر الادمان. ما افسده الزمان. صحيح. ما افسده الاخرون. او احنا افسدناه، او ما افسدناه نفسنا. احنا ليه دايما بنرمي على الاخرون؟ صح. ما افسدناه. حبيبتي نورتيني. ميرسي ليكي جدا. شكرا ليكم ان انتوا وصلتوا معانا لحد دلوقتي. ويا رب يا رب يا رب تكونوا مش مدمنين، ولو اني اشك. اي حد عنده كومنت او عنده حاجه عاوزنا نتكلم فيها او عنده سؤال او استفسار يبعت لنا او يكتب لنا في الكومنتس واحنا هنرد وهنهتم جدا علشان نعرف مين مدمن. واي حد مدمن يا ريت يقول لنا هو مدمن ايه، واحنا ممكن نخلي كنزي تعمل له سيشن. اتفقنا. اتفقنا. شكرا ليكم، وان شاء الله نشوفكم مره تانية وعلى الكنبه. سلام عليكم.